الشخص اللي سابك وتركك وعاش حياته ايام وشهور وسنين من غيرك، هو بني ادم عنده القدره في انه يتخلى عنك ويبعد عنك ويعيش حياته عادي. هو ببساطه شديده بني ادم عنده خطه، انت ما عندكش خطه. هو بني ادم عنده حاجه يعملها وانت ما عندكش حاجه تعملها. بالبلدي كده البني ادم اللي سابك ده هو مش متعلق بيك، هو بيحب اللي بياخده منك بس. وبالتالي عشان كده هو جه بيقول لك انا اسف، وجاي يقول لك معلش سامحني خلاص سامحني يا ريت. الحقيقه ان الاعتذار مش هيعمل اي حاجه. خليك عارف ان الشخص اللي سابك هو شخص اصلا مقرر انه يسيبك، فمش هيحصل اي حاجه خالص ولا في اي حاجه جديده من السيناريوهات هتتعاد بنفس الكفاءه اللي انت كنت متخيلها قبل كده. طيب نعمل ايه؟ نعمل الحاجه الصح اللي المفروض بتتعمل في العلاقات دي. اولا احنا هنقفل الباب تماما حتى لو عدم معتذرا. ثانيا هنعرف قيمه نفسنا. ارجوكم يا جماعه ما تذلوش نفسكم وما ترخصوش نفسكم مع بني ادمين قد يبدو ان هم ندمانين، بس هم مش ندمانين، هم بيحبوا اللي بياخدوه. بالاخر كده